في حاجه بقى انا شفتها بشكل شخصي، كنت مونلايت، ازيك يا مونلايت عامله ايه؟ شفتها بشكل شخصي وكنت عايز اسال حضرتك عليها. اتفضل يا فندم. الجلسه خلصت، ده ملوش علاقه بالجلسه بقى. الجلسه خلصت وكنا طلعنا بره وبعدين خشينا جوه وحضرتك وقفت كده شويه، وبدون ما حد يكلم دعاء وبدون حتى ما ضغط ولا اي حاجه خالص، والجلسه مرفوعه وهي قاعده عادي، قعدت تعيط. ايه اللي حصل؟ يعني ما اكيد هي في موقف لا يحصل عليه، لان هي كانت جايه الجلسه دي ما هي واحنا من اول كنا. الجلسه. لا، هي كانت جايه الجلسه دي واحنا كنا اوريدي متفقين مع الهيئه الموقره ان هيتم مناقشتها في غرفه المداوله. فاتفاجئنا ان الجلسه اتاخدت في حته تانية خالص، غير اللي تم التنبيه على الدفاع بيه. فحصل بقيه الاجراءات ان احنا برضه مش هنخوض في تفاصيلها، اللي ادت الى تاجيل الجلسه. لكن حضرتك مش عارف تحديدا ايه السبب اللي خلاها تعيط في الوقت ده. لا انا عارف اكيد، بس يعني مش كل ما يعرف يقال. اللي حضرتك قلته دلوقتي ان كده يبقى هيتم استجواب دعاء في غرفه المداوله الجلسه القادمه. خلاص يا ده جماعه، امر تمام، ده اتفقنا. ده امر منتهي، بس احنا سايبين الجميع بيجتهد. اللي يقول لك ما اتكلمتش هتتكلم امتى؟ المفروض ان الموكل بتاعي لما انا بقول له انت هتتكلم، لازم انا بحدد له الميعاد اللي هيتكلم فيه، علشان احافظ على المعلومه اللي هيقولها في المداوله. ما يبقاش شاهد جاي متاهب او متحفظ منها يرد عليها باستفاضه، او يكون جاي جاهز لها. ده اللي بنسميه المواجهه المباشره. تمام. يعني من المتوقع ان يحصل مواجهه بين الشهود ودعاء. بعد سؤال دعاء. بعد سؤال دعاء. تمام.